الآن مستوى الثقافة العاطفية لدينا في العالم العربي والإسلامي من خلال الأجهزة صارت قوية التأثير. زياراتها تزيد عن زيارات تويتر، يشاهدها 4 مليار شخص كل ساعة، وتدر أرباحاً تضاهي أرباح دول كبرى. تستهدف الأطفال والبالغين، وتضم أكثر من 26 مليون موقع. هذه العاطفة التي توجه الآن في العالم لإشغال الرجل بالمرأة وإشغال المرأة بالرجل وإيجاد جيل من الشباب ربما كان صارف النظر عن مسألة العاطفة والجنس، لكن بحكم الرؤية، بحكم ما يشهد من اللباس، ما يشهد من الحركة، ما يشهد من التكسر، ما يشهد من حركة الأولاد والبنات، ما يشهد من الرقص، ما يشهد من كل شيء يحرك عاطفته الداخلية، صار مشدوه الذهن، متأثر عاطفيا وجنسيا وهو مسلم. It's consumed in the privacy of teenagers' bedrooms. It's shared around the schoolyards. It's free. It's unlimited. And scientists say it's as compulsive as crack. معالجة قضيتنا مع من هو أكبر من الكفار، عرفتوه من؟ إبليس. هو بنفسه الشخصية الكبيرة اللي هو يلعب الدور الفعلي في تفجير علاقة الشعوب، في تفجير علاقة الأسر، في إلهاب ضمائر الناس ضد بعضها البعض، ويستغل كل وسائل الحياة في سبيل إفشال الإنسان مسلم أو كافر لأجل يدمر حياة البشرية التي أقسم على نفسه أنه يدمرها ويسوقهم سوقا عنيفا إلى جهنم. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يبقى نحن إذا فعلا نحن شعوب مسلمة، شعوب الوحي، شعوب الدعوة المحمدية، شعوب القرآن، شعوب السنة، يجب أن نتنبه ونعلم أنه لنا حق أن نتثقف يوميا، لا نتثقف عاطفيا، نتثقف إسلاميا، لا نتثقف إعلاميا، بل نتثقف كما هو معلوم ثقافة إسلامية واعية. فعلى الرغم من اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي للشبكات العنكبوتية، لكن الإحصائيات تقول أن زيارات المواقع الإباحية تزيد عن زيارات موقع تويتر ونتفليكس وأمازون. إذا صارت